من أجمل الأغلفة اللي عملها الفنان العالمي حلمي التوني في مجلة أيام مصرية هذا الغلاف اللي بنشوفه بتاع القاهرة الخديوية، عدد القاهرة الخديوية. طيب يلا نقرأ مع بعض الغلاف ونشوف هو ايه الجمال اللي عمله. أولا هو حط الصور التلاتة اللي فوق، اللي هو الخديوي إسماعيل وبعديها الخديوي توفيق وبعدين الخديوي عباس حلمي التاني، يعني الخديويين الثلاثة اللي تولوا هذا اللقب في مصر رسميا. بعديها كتب كلمة القاهرة الخديوية بإيديه وحط لها الزينة والحلي اللي هي يديها الإحساس بالعصر. تحتيهم كتب نصف القرن. هو إيه نصف القرن؟ دي الفترة الزمنية اللي قضتها الفترة الخديوية في مصر، اللي هو الفترة الزمنية لهذا المصطلح يعني. وبعديها بعد كده بقت مصر سلطنة. فبعديها بعد نصف قرن على طريق النهضة. طب ايه اللي حصل بقى؟ عملوا الأوبرا اللي هي الأوبرا الخديوية، وبعد كده عملوا مصانع وعملوا مدن. كان معكم المؤرخ أحمد كمالي.